السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي جميع المتابعين وجميع المشاهدين قناة حكاية عثمان. إخوان، كنتمنى تكونوا على ما يرام وبخير وعلى خير. وأول حاجة كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى الثقة ديالكم اللي وضعتوها فينا، وكنتمنى من الإخوان اللي جدادين مرحبا بكم، واللي كيتفرج واللي كيعجبو المحتوى ديالنا ما ينساش المشاركة في أبوني، وهذا الشيء فضلا ماشي امرا. وراه ان شاء الله بغينا نفعلوا هذه القناه ديال اليوتيوب، وهذا الشيء كيبقى بالفضل ديالكم وبالدعم ديالكم والتحفيز ديالكم ان شاء الله. يلا الاخوان، نبداو في القضيه ديال العساس عيطيح راسو في مشكله بسبب الطمع. شوف الطمع الزائد في كيطيح مولاه، وهذه القضيه الاحداث ديالها كامله عبره. شوف، واحد الصباح واحد العساس كان في باركي ديالو، وكتعرفوا مدينة كازا مدينة كبيرة. وقف عليه واحد الافريقي، وقف عليه والعساس بايت فايق حيت كيخدم بالليل ملهي. وقف عليه بونجور ميسيو، عمل فيها هيدا ما كملش النظرة فيه حنا راسو، قال له مسيو بونجور. هذاك العساس هز راسو فيه مرة ثانية، قال له مالك امونامي، شنو بغيتي؟ قال له جو سوي غوشارش ترافاي ايسي. شاف قال ناض 180 كيلومتر في الساعة بلاصتو. قال له شوف مونامي، واش عاد نمشي بحالك ديجاجي ولا غنهزك ونقسمك على جوج؟ قال ويلي، واش هذا عيدي لي بلاصتي؟ افريقي ما يجي كيقول لي. قال له مونامي ايسي ني با لو ترافاي، ديجاج. مونامي قال له اوكي 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 مونامي. مشى جازت واحد 3 ايام 4 ايام، جا واحد البلاغ، واحد اتصال لمركز الشرطة بأن كاينة جثة مسيبة، وهاد الجثة كتبين شي واحد إفريقي، ملامح إفريقية، اللون كحل. البوليس وصلوا بهذا الخبر، جاو كيطيروا، وصلوا لمسرح الحادثة. فعلا جبروا إفريقي مضروب، بين مضروب مقلبو بشي طعنة د الموس، وفعلا أداة الجريمة حتى هي مسيبة، الموس مسيب، واحد الفردة الصباط ولا طراس د الطوموبيل. وشكون اللي بلغ على هذه الجريمه؟ واحد السيكوريتي خدام في واحد الشركه، حيت هاد الجثه فين تجبرت في واحد البلاصه، يعني واحد البلاصه قريبه من منطقه صناعيه. جاو البوليس، شافوا اللي شافوا ديك اللي قلنا حنا، جثه مسيبه افريقي مطيحه، قدامه واحد الموس مطيح، واحد الفرده الصباط. وهذيك الفرده الصباط من بعد التحقيق، من بعد ما تهزت الجثه المستودع الاموات، لاحظوا ديك الفرده بحال شي واحد عنده النقص في رجلو، اللي نقولوا عرج، حيت القاع ديالها عالي شويه، ماشي بحال القيعان ديال الصبابط كاملين. المهم هادشي اللي كاين. تهزت الجثه المستودع الاموات باش تمشي باش يجي التقرير الطبي الشرعي. البوليس الضابطه القضائيه سولوا هذاك السيكوريتي، قالوا له كيفاش حتى اكتشفتي هذه الجثه، ولا كيفاش حتى عرفتي هذه الجثه؟ قال لهم شوفوا، انا واحد الانسان عيان شويه، وفيه واحد المرض ديال بحال البروستادا، ولا كيقولوا لها ديال النبوله حاشاكم، كيتبول بزاف. قال لهم كل نص ساعه، كل 4 ساعات، كل ساعه كنخرج براسي ونرجع. السيرفيس ديالي بالليل. قال لهم واحد اللحظه خرجت، بانت لي واحد الطونوبيل جازت بواحد السرعه، جازت وشاف فيا، وكانوا جوج د الناس كيغوتوا في وسط ديك الطوموبيل، جازوا حدايا، مع كاين شويه الظلام بالضوء ديال ديك الاناره ضعيفه شويه د المنطقه الصناعيه. قال لهم لاح، قال لهم بعدت واحد المسافه عليا بواحد 500 ولا 400 المتر، كنشوف جوج نزلوا كيغوتوا، انت غدار مونامي ما عادشني جسوي الى نا شويه كنسمع هادشي اللي سمعت اسيدي. واحد شويه هذاك ركب في الطوموبيل وقلب الدوره وما جي قصدني بواحد السرعه
قصدني كان خصو يصب فيها لي يدخل فيا. انا خويت له، لاحظت شفت الارقام، واخا انا القرايه على قد الحل، لاحظت الارقام بان كاين 3.03 كذا. ولكن واحد المساله سيدي، الطوموبيل ديال الدوله فيها الامروج المغرب 3.03 كذا المغرب. قال لهم هادشي اللي بدا تنفعني الذاكره ديالي، هادشي اللي شفت. البوليس عرفوا بان السيد كيهضر صارم وكان في الخدمه ديالو، وهذا الشيء كتشهد له الشركه والسينياتور اللي الساعه اللي دخل يخدم. قالوا هذا الشيء اللي كاين صافي. خداو هاد المعلومات، خداو هاد الماتريكول، بداو الاجراءات. شنو جبروا ملي كانوا داو افريقي مستودع الاموال، فتشوا له الحوايج ديالو، جبروا لهم واحد لاكارت ديال التليفون، النمره لا داعي نديك الشركه ديال الاتصالات هذه، خدموها، جبروا واحد راقم عيطوا، خرج افريقي حتى هو كيهضر معاهم. بونجور شكون انت؟ قال لهم انا. واش انت مون فرير ديال فلان؟ قال لهم اييه. شحال ما شتا؟ قال لهم صافي جودو، غادي راه مده ما شتو، هادي مده. المهم قالوا له خاك كيفاش خصك تجي باش تاكد راه جبنا الجثه، كيفاش اجراءات عاديه. جا خاهم قال لهم فعلا خانه، هذه مده باش خرج من السنغال وجا للمغرب على اساس باش يحرق. كاين شي واحد يحرقو وخصهم شويه الفلوس، وحتى انا كنت معاه ولكن ما جمعتش ديك المقدار ورجعت بحالي. حتى وخيقلع يبقى هنا في المغرب يخدم باش يجمع واحد المقدار الفلوس باش يحرق. هنا دازت سيمانه على هاد الحادثه، سيمانه بالضبط. صافي هذاك السنغالي داخل كملوا الاجراءات باش يديوه يدفنوه. دازت سيمانه هو يجي واحد البلاغ على ديك الطوموبيل تسلقات. هذيك النمره اللي شاف السيكوريتي واللي قال لهم، واذا كانت تنفعني الذاكره ديالي والتشوف ديالي بان هذيك النمره هي هذيك الطوموبيل فعلا تجبرت الرونو بديك النمره 3.03 شي حاجه المغرب. جبروها تبعا واحد المندوبيه لا داعي للذكر ديالها، ومشاو فعلا حتى ديك المندوبيه البوليس وجبروا كيسوقا شيفون مساعد اداري خدام، ماشي شي موظف شي مسؤول، مساعد اداري شيفور كيتسخر الاداره شي ورق شي حاجه. الاسم ديالو نعطيوه بوجمعه. استدعاوه، جاتو استدعاء للدار، جا للدار قالت له المراه راه استدعاء البوليس بوجمعه على قد الحال. جا كيتفتف كيقفقف، ياك لاباس اسيدي؟ قالوا له جلس تفضل جلس. قال لهم الله يرحم والديكم على هاد المعامله، حتى انا الرجلين ديالي مشلين. وقالوا له بالسيف سيبو جمع الرجلين ديالك يتشلوا وانت عامل مصيبه. وعملنا فيها ربيع العدويه. وبوجمعه مسكين رجل بديه غا مساعد في الاداره شيفور ما عرف والو. قالوا لهم شنو بينك وبين ديك السنغالي ديك الافريقي؟ قال الله يا سيدنا شكون هذا الافريقي؟ انا ما كنعرف لا افريقي لا فيتنامي. الطوموبيل ديالك الطوموبيل الرونو اللي تبع الاداره ولا المندوبيه فلان فلانيه الرقم ديالها ديال الماتريكول كذا وكذا ديالك. قال لهم يا سيدي انا كنسوقها. وقالوا له هذه واحد السيمانه نهار فلان فلاني بالليل تقريبا مع الاربعه الصباح في كنتي. قال لهم انا مع الاربعه الصباح نهار فلان فلاني بدا تنفعني الذاكره كنت ناعس مع ولادي، وبالاماره ديك النهار خدمت وساليت وديتها للباركي في ساكن انا، الحي في ساكن انا، ولا العماره في ساكن انا. نزلت الباركي وهذا الشيء بالشهود العساس، ملي كنجي نباركي بالليل هو اللي كيخلي لي البلاصه. وقالوا له هذا العساس شنو السميه ديالو؟ قال لهم هذا العساس السميه ديالو انا ما عرفاش، يلاه جا ما عرفاش، ولكن كيعيطوا له بواحد اللقب كيقولوا له العرج. هنا البوليس عملت لهم طرن. ديك العامل الشرطه الذكاء التحقيق والبحث والذاكره القويه في التحقيق عملت له طرن. هو يتفكر ديك الصباط اللي
كان كيتبين بان هادشي واحد عنده النقص في رجلو ولا عرج. قال له صافي داو الاقوال بوجمعه، قالوا له هادشي بيننا وبينك ما تهضر لا مع عساس. ناضوا غبره واحده فنطاروا، مشاو جابوا العساس جبروه مخشي في البراكه ديالو، هزوه واش انت هو العرج، زيد داواه ما يطنوه داواه. داواه العساس ما بغاش يخرج من رونتو، يقول له ماشي انا وهذا الشيء وانا. هما يدخلوا خلاوه في الكوميساريه، لا جابوه معاهم وداوه للدار ديالو واقتحموا الدار ديالو. هذا الشيء امر من النيابه العامه، دخلوا هما يجبروا واحد بلعه السوارد ديال الطوموبيلات، والاغلبيه ديالهم مطبوعين ماشي اصليين، مطبوعين. وجبروا هذيك الفرده اللي اختها بقات في مسرح الجريمه، جبروا ديك الفرده وجبروا واحد المبلغ ديال الاورو وشي د الذهب. هنا قالوا له السي فلان ويلا رجعوا للكوميساريه. ملي واجهوه بهذه الادله وبهذه الدلائل والعرج يعترف، قال لهم يا سيدي انا اللي صفيت السينيغال. علاش؟ انا نعاود. قال لهم واحد الصباح كنت خدام بالليل، وقف عليا واحد السينيغالي مع الساعه 7 8 كنمشي بحالي، حتى كينوضوا الناس موظفين كيهزوا الطوموبيلات ديالهم كنمشي. وقف عليا قال لي بونجور مسيو العرج، كاينه هاوته بالعربيه، كاينه هاوته مسيو العرج. قال له كاين فلوس والذهب. قال له العرج كيفاش؟ قال له سمعت الفلوس والذهب الدخت، وانا سيدي ديجا عندي السوابق على السرقه وبغيت نعمل عقلي ونخدم، وشبرت هاد الباركي دبروه لي الناس. وملي جا هاد السينيغالي قلب لي 6 وبين لي الربح وقلت له نمشي. قال له هاوتا مسيو العرج كاينه فيلا نمشيو نسرقوها خاويه، ولكن نسينا عاد عمل حاجه واحده مسيو العرج، دبر لي لابواتير. مسيو العرج قال البوليس، قال لهم الناس اللي كيتيقوا فيا كيخليو لي السوارز كنباركينهم كنطبعهم، كنطبع لهم السوارز وبقاو عندي. قال لهم انا اللي هزيت الطونوبير ديال المغرب، حيت اخترت هاد الطونوبير حتى في الليل ملي غنسرقو نهزو فيها داكشي نجيو حتى للبراج ولا شي بوليس ولا شي دوريه، الطونوبير ديال الدوله محترمه. وديت اسيدي ومشينا وسرقنا ديك الفيلا وهزينا داكشي، وحنا في الطريق ماشيين سرقنا تقريبا كانت شي 1000 اورو وشي ذهب وشي اكسسوارات الدار. والسينيغالي جبد 200 اورو وعطاها لي، قال له مسيو العرج هذا حقك. انا ما عجبنيش الحال، قلت هذا سينيغالي غيقولبني، ودار لي هاد الخاويه في عمره. وبدينا كنتغنوا سيدي في الطريق، وشبرنا الطريق الخرجات ديال جهه المنطقه الصناعيه، نوضنا كنغوتو نزلنا وقفنا. سينيغالي كان صحيح عليا، شبرني قجني بغا يقتلني. انا كان عندي واحد المطوى سيدي في الجيم احتياط، جبدتو ضربتو به من القلب ديالو طاح. ملي طاح انا بديك الخلعه طاح لي الموس، فلت لي الصباط من رجلي، ركبت في الطونوبير رجعت. كنت قاصد واحد السيكوريتي باش حيت شافنا ملي كنا ماجين شتو كيشوف فينا، قال لهم بغيت باش نحيد جميع الدلائل عليا. هادشي اللي كاين سيدي، والطمع دارها وواك الحق. اذا متابعينا الكرام هذه هي القضيه ديالنا، ومسيو العرج غيتعمر له المحضر وغيطلع النيابه العامه غيتقدم للمحكمه وغيتحكم ب 30 سنه ديال الحبس. خرج على راسو باياش بسبب الطمع، سيد كبير خرج على راسو ومشى له المستقبل وصيفط واحد عند الله وهو مشى ب 30 عام الحبس. اذا متابعينا الكرام هذه هي القضيه ديالنا اليوم، وكنتمنى نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نال الاعجاب بالطريقه اللي كنحكيها لكم. وما تنساوش الله يجازيكم بالخير، راه 70% الاخوان كيتفرجوا وما كيتابوناوش. الله يجازيكم بالخير، تابوناو معنا. وهاد القناه بغينا نطلعوها كبيت اسره بيناتنا، وهذا الشيء غيبقى بالفضل ديالكم. وما تنساوش المشاركه فضلا وليس امرا، وتصبحون على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.